تأهل تاريخي لمنتخب مصر في كأس العالم 26 لمواجهة استراليا دور ال 32. انتهى مباراة مصر وإيران بالتعادل الإيجابي في مباراة دراماتيكية حصل فيها كل حاجة. منتخب مصر أوقات لعب كويس جدا، وأوقات لعب وحش جدا، وأوقات في لخبطة، وأوقات في فزلكة، وأوقات في غرور. اللي كان مركز طول ال 90 دقيقة هو حسام حسن، بس اللعيبة سرحت شوية، ضمنت شوية، قالت خلاص كده انا صاعد. مع من النهارده يا جماعه نتكلم كده بسرعه فني على مباراه مصر وايران. الحمد لله ان جول ايران في الثاني ده اتلغى، عشان المنتخب ما يستحقش ابدا ياخد ثالث. المنتخب يا جماعه بيقدم افضل مستوى ليه من عبر تاريخه. منتخب مصر يا جماعه من افضل منتخبات كاس العالم دلوقتي، اللي بيقدم كوره جميله وكوره ممتعه. النهارده بس يا جماعه حصل شويه تفاوت النهارده، بس ده ما يقللش خالص ان منتخب مصر مع حسام بيلعب كوره حلوه قوي وكوره متطوره جدا جدا جدا، وده اللي هنجيبه بعد شويه. الغلطه اللي غلطها حسام حسن في المباراه دي، وبرده مش عايز اقول غلطه، ان هو برده غصب عنه، هو واصل برده لدور 32، مش عايز يفقد لعيبه زي ما فقد النهارده مهند لاشين. النهارده يا جماعه عايزين نتكلم، ما ينفعش العب في المنظومه الدفاعيه. طالما المنظومه الدفاعيه عندي بقى فيه هارموني دلوقتي وفي انسجام، ما ينفعش العب في المنظومه الدفاعيه، عشان ده هيكلفني كتير. بغض النظر عن انها بوصل دور 32، بس النهارده المنظومه الدفاعيه كان فيها مشاكل. ايه سبب المشاكل؟ عشان حسام غير، نزل محمد عبد المنعم مكان ياسر، ونزل محمود صابر مكان مروان عطيه. دلوقتي يا جماعه كابتن حسام لو مش واثق او متاكد 100% ان عبد المنعم جاهز 100%، يبقى في مشكله. لازم يبقى جاهز، عشان كده اشركه. لكن لو ما كانش جاهز واشركه هيتسال عليها حسام حسن. لكن عبد المنعم واضح ان هو بعيد قوي، بعيد. تسبب في ضربه جزاء وهو بره بنلعب 10 لعيبه، جول ايران جه، فكده تسبب سبب رئيسي ان منتخب مصر يتعادل. الناحيه الثانيه محمود صابر لعب مكان مروان عطيه. محمود صابر يا جماعه ما حدش يزعل مني، لعب قليل قوي يا جماعه، قليل قوي، فرق شاسع بينه وبين مروان عطيه، لعب قليل قوي. واضح ان الدنيا صعبه عليه، الدنيا كبيره عليه، رغم ان هو لا احرز الهدف. بس يا جماعه هو دوره بيلعب 6 في المباراه النهارده. لا الدنيا مبهوقه عليه. كان فرق شاسع قوي يا جماعه ما بينه وبين مروان، فده اللي خلى الدنيا مبهوقه شويه. لما نزل ياسر الدنيا ظبطت تاني. فمنظومه الدفاعيه ما ينفعش العب فيها في المباريات الكبيره وانت بتلعب في كاس عالم. تاني حاجه محمد صلاح يا جماعه ما ينفعش يطلع من الملعب. قصه ان انا بطلع صلاح عشان اتذكر مش هينفع. النهارده حط تلج على رجليه، ان شاء الله باذن الله يكون سليم. صلاح لا غنى عنه على ارض الملعب، الوحيد اللي بيطور لك اللعب، اللي مسؤول عن تطوير اللعب، اللي الناس بتطلع عليه محطه بيستلم لعبه وبيطور اللعب وبيعرف يحرك الناس وبيشغل ناس كويس جدا. طلع في الدقيقه 57، اول ما طلع مش عارفين نطلع على مين. مفيش بديل لصلاح يا جماعه، مفيش بديل لصلاح. الحاجه الثانيه مرموش لما قعد دكه، مرموش النهارده كان واضح ان ليه لمسه النهارده عكس الماتشين التانيين. النقطه الثانيه تريزيجيه يا جماعه لاعب جامد جدا ولا غنى عنه برده على ارض الملعب، اللي بيعمل لك برده التحولات، بينقلك من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، فبرده تريزيجيه لا غنى عنه. النقطه عايز اتكلم فيها برده يا جماعه قبل ما اختم، زيزو ما اعرفش هو راح المنتخب ليه، ما اعرفش حسام بيلعبوا المباراه الثالثه على التوالي ليه، ما اعرفش. ملوش دور، ملوش تاثير، ملوش انتاجيه، ملوش روح، لاعب عادي. فحسام حسن بتنزل زيزو ليه مش عارفين. الحمد لله يا جماعه، الحمد لله ان المنتخب قدر الحمد لله انه النهارده الحمد لله ما نخسرش ونصعد تاني بمستوى رائع. والحمد لله صعدنا تاني، عشان الاول كنا نلعب كوريا دي ايه؟ بلاي ستيشن سرعه جدا، ما كناش هنجريهم من الاخر. فكويس احنا هنلعب استراليا، حد يقول استراليا ضعيفه؟ لا، انت اللي قوي. منتخب مصر بيقدم افضل مستويات وافضل كره ممتعه في كاس العالم ده مع فرنسا بقى والمانيا والارجنتين، مش ببالغ. منتخب مصر يا جماعه بيلعب كره جميله جدا ومتطوره مع حسام حسن، وباذن الله نحاول نروح لكاس العالم لابعد مدى باذن الله يا جماعه، باذن الله.
تحيا مصر، تحيا مصر، ومبروك لمصر. سلام.